نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. دلنا الله على شرف الجهاد. الجهاد جائزة الله، خلعة الله يمنحها لأهل كرامته. وإذا قدم قوم أمروا الدنيا وجعلوا الدنيا أكبر همهم حرمهم الله من الجهاد وأذلهم لأعدائهم. فلا عز بغير الجهاد ولا حاجة بغير الجهاد. حاجة الناس اليوم للجهاد أعظم من حاجاتهم إلى طعامهم وشرابهم ونفسهم الذي يتنفسونه. الغرب الكافر يتلعب بنا ويسيل لعاب المجرمين على خيرات بلادنا. مشينا إلى هذا العمر ونحن نسمع فلسطين، أفغانستان، كشمير، البورما، البوسنة، الشيشان، وعن العراق واليمن، والآن في سوريا. كما ترون اليوم كلما خرج المسلمون من ورطة أوقعوهم فيما هو أشد وأمكن. لا كرامة اليوم بغير الجهاد، ولا عزة يبتغي الناس أن يتركوا بعضها فضلا عن سامقها بغير الجهاد في سبيل الله. شاهد رسولنا الكريم وهو أكرم على الله منا وتعرض مرات وكرات، وكان إذا حمي الوطيس أشد أصحابه يقاتلون من خلفه. كان أشجع الناس قلبا، أثبتهم قدما، أصدقهم عزيمة، أرغبهم فيما عند الله من أجل الشهداء. يقول الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إن الشدائد تصهر الرجال وتظهر الأبطال، والدنيا دار بلاء وامتحان، تارة رخاء وآونة بلاء، والعاقبة الحسنى للذين اتقوا وعلى ربهم يتوكلون. إن الحياة مليئة بالأحزان، إن صفت يوما تكدرت أيام، لئن أضحكت ساعة أبكت ساعات، لا تدوم على حال، بل فقر وغنى وصحة وعافية وبلاء ونعمة ونصر وهزيمة وكر وفر. وخير الناس من لا تبطره النعمة ولا تضعفه الشدة ولا يخيفه اللقاء، فتراه في النعماء شاكرا وفي البأساء صابرا وعند اللقاء ثابتا ذاكرا لله تعالى متوكلا عليه متسللا بين يديه
مستسلما بين يديه. قدوته في ذلك سيد المرسلين وإمام الصابرين محمد صلى الله عليه وسلم، وقد حل به وبأصحابه الكرام من الشدائد والبلاء والمحن والإيذاء ما تقشعر له الأبدان، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. أيها المجاهد، أيها الصادق، لا أقول لك إلا كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر صبرا جميلا يموت ابنك، فاصبر صبرا جميلا تموت زوجتك، فاصبر صبرا جميلا تذهب عيناك، يصم سمعك، يشج رأسك، تصاب بقرح، فاصبر صبرا جميلا. كل مصيبة تهون إلا يوم يتخلى الله عنك، كل مصيبة سهلة إلا مصيبة الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ما أصابنا، وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا، وأن يصبرنا على ما أصابنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. معافى إن شاء الله، الله يجزيك خير.